اي نادي من الانديه الثمانيه حاليا اللي كتلعب دوري ابطال اوروبا مطالبه غير بالفوز وماشي بالنتيجه، وهذا الشيء اللي ما كانش في قاموس نادي برشلونه في مباراه سيلتا فيغو تماما. نادي برشلونه غادي يبدا لنا اول مباراه بعد التوقف الدولي بواحد الشكل خيالي، بحال اللعابه كانوا كيلعبوا مع بعضياتهم شهر هادي وكيلعبوا بنفس التشكيله. اللعابه كان عندهم واحد التجانس كبير اللي ما سبقليش شفتوا نادي برشلونه هذا الموسم هذا، خصوصا خط دفاع نادي برشلونه. كلنا شفنا التقلبات الغير طبيعيه اللي كان كيدوز منها نادي برشلونه هذا الموسم في خط الدفاع ديالو، فين ما كانش التجانس تماما، كانوا كيديروا شي اخطاء كارثيه. لكن بعد تصعيد الموهبه الاسطوريه كوبارسي ولا خط الدفاع كيخرج كره باجمل طريقه ممكنه. حتى خط وسط نادي برشلونه غادي يلعب اليوم واحده من اجمل المباريات ديالو، خصوصا فيرمين لوبيز الكاي غوندوغان واللاعب المتالق في الاونه الاخيره سيرجيو روبرتو. اللعبه ديال برشلونه حاولوا يقدموا لنا واحده من اجمل المباريات ديالهم هذا الموسم وقدروا يقدموها لينا لولا الظلم التحكيمي الرهيب اللي ظلم نادي برشلونه هذه المباراه. كان نادي برشلونه قادر يخلص هذه المباراه بنتيجه 2-0 حتى الهدف اللي تلغى نادي برشلونه ملغي بدون اي سبب. الا قلتي تسلل ما كايناش تسلل، الا قلتي خطا ما كايناش خطا، اي هدف صحيح تماما. وهذا رد قاسي على كل شخص كيشكك بالمصداقيه ديال نادي برشلونه في التلاعب بالحكام او قضيه نغريرا كما كيسميوها بعض جماهير ديال نادي ريال مدريد. هذه كتعتبر رساله شديده اللهجه لنادي باريس سان جيرمان اللي كينتظر نادي برشلونه من هنا 8 ايام في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. نادي برشلونه كيهدد نادي باريس سان جيرمان بواحد الشكل خيالي. نادي برشلونه حاليا ولات عنده جاهزيه رائعه باش يواجه نادي باريس سان جيرمان، خصوصا خط وسط نادي برشلونه. اليوم شفنا تناقل الكرات السريع، ضغط رهيب على حامل الكره. نادي برشلونه اليوم كان مميز على جميع الاصعده خصوصا فرديا. جواو كانسيلو، رافينيا، فيرمين لوبيز، الكاي غوندوغان، كوبارسي، كاع اللاعبين ديال نادي برشلونه كانوا مميزين، وروبرت ليفاندوسكي حتى هو كان مميز في صناعه الالعاب رغم انه ما سجلش، لكن كان رائع في هذه المباراه هذه. دخول فيتور روكي الموهبه الاسطوري عنده واحد الضغط رهيب. كنظن بان تشافي هرنانديز غادي يحتاجوا بزاف مباراه نادي باريس سان جيرمان خصوصا في 75 دقيقه الاخيره من المباراه. يعني نادي برشلونه حاليا ولا في جاهزيه تامه باش ينافس نادي باريس سان جيرمان على بطاقه مؤهله لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا. نادي برشلونه حاليا كيدوز من واحده من اجمل الفترات ديالو هذا الموسم. خوتي ما تبخلوش عليا بديك لايك وبديك ابوني باش نكمل في نشر فيديوهات. هذا غير فيديو سريع، ولا بغيتو فيديو مفصل دقيق ما عليكم غير ديروا لي واحد الكومونتير اللي طلبوا مني هذه القضيه هذه وانا غادي نكون راه الاشاره ديالكم.